طب هو ايه اللي يخلي كريم ده يروح يقول لعفاف كده؟ عفاف بتقولي ان الموظفين كلهم بيقولوا ان في حاجه بينها وبين كريم. حاجة ايه يعني، متصاحبين؟ مش عرفني بقى متصاحبين ولا متنيلين، انا مالي. ماشي، انت حاسه بايه؟ معرفش. لا هو ايه اللي معرفش؟ انتي اكيد عارفة جوزك كويس. يا سلام، وهو انت يعني ما كنتيش عارفه جوزك كويس؟ لا 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 لا، مفيش وجه للمقارنة خالص. حسن غير يحيى. حسن شخص واضح، كتاب مفتوح، راجل ما عندوش اي حاجة غريبة في ماضيه. أرمل، قعد يربي ولاده، قابل نادية حبها اتجوزها، بقى أب لبناتها مع ولاده. لا يا جماعة، حسن مختلف. وماله؟ ما هي وقعت الشاطر برضو بألف. حسن ما وقعش. في ايه يا شاذة مالك؟ في ان انا كل شويه بتاكد ان فكرتي صح، اللي هي ايه فكرتك دي؟ اللي هي ان الرجاله كلهم طينه واحده، انما في راجل جات له الفرصه انه يخون وراجل لسه ما جاتلوش. ودينا فيها اهو، انت سبقتي، ناديه في السكه، وانا هحصلكوا على طول، مش هتاخر. لا الكلام ده مش صح. وبعدين حسن ورمزي الاتنين رجالة أمينة جدا على بيوتها. والنبي بلاش كلمه امينه دي، شوفي لك كلمه تانية. انتي في ايه ولا في ايه؟ طب انا هشرح لك وجهه نظري. ها. عارفه مين هو الراجل الامين المحترم؟ هو الراجل اللي جات له الفرصه لحد عنده واداها كتف كده، قال لها مش عايزك. انا ما اقدرش اقول على رمزي انه راجل كويس، ولا اقدر اقول نفس الكلام على حسن. ليه؟ لان ما حصل لهمش زي يحيى، الفرصه ما جات لهمش. لما تبقى تيجي الفرصه ويرفضوها، ساعتها نقول عليهم كويسين. لحد الوقت ده لا، مش هنقول حاجه. لا طبعا الكلام ده غلط. هو احنا هنعيش مخونين الناس احتياطي إلى أن يثبت العكس؟ يا جماعة، معنى إن أنا أحب راجل ووافق إن أنا أتجوزه، ده معناه إن أنا متأكدة إن هو أمين عليا. ومش معنى إن في واحد غلط يبقى خلاص بقى دي بقت القاعدة. هقول لك على حاجه، شاذة عندها حق. هو أنت هتعومي على عمها؟ يا جماعة ما تحسوا بقيمة الرجالة اللي معاكوا وتعرفوا قيمتهم كويس. هو أنا لازم كل ما أقعد معاكوا أفكركوا أنا كنت بحس بإيه في كل لحظة وأنا حاسة إن أنا نايمة على وداني؟ فريده، انا عارفه قيمه حسن وعارفه انه راجل جدع، بس ده مش معناه ان انا ما كنتش مصحصحه له ومفتحه عينيا. بس اقول لكم على حاجه بجد، مم. حاسه ان انا مكتئبه. ليه يا ناديه، مالك؟ حاسه انه متغير من اول لما ابتدى الشغل الجديد وبعد عني. ابن اللذينه ده كان عامل طعم ليومي في المكتب، فجأة كل حاجة اتغيرت. في الأول قلت لنفسي ما تبقيش أنانية وتفضلي عاوزاه قاعد جنبك على طول في كل حتة، بس فعلا لقيت إن هو متغير وكل يوم بيتغير أكتر. هل أنا مرتبطة بيه للدرجة دي؟ ما بحبش الإحساس ده، طول عمري أنا قوية على نفسي، بس الظاهر إن أنا حبيته. حبه ده ربطني بيه من غير ما أحس. ليه مش عايزة تحسي الإحساس ده يا نادي؟ أنت ليه بتكبري؟ حسن متلخبط لأنه اتساب في حياة هو كان نفسه يعيشها، بس هو دلوقتي مش راضي عن نفسه. حاسة بيه. فوقيه. الله ينور. أول كلمة صح تقوليها من ساعة ما قعدنا. أول كلمة. أيوة يا نادية، هي عندها حق. حسن جوزك وأنت عارفاه كويس، يعني أنت اللي معاكي مفاتيحه. اقعدي معاه، كلميه وفوقيه. ما تستنيش يا نادية لما حاجة تحصل عشان تتكلمي. في ايه؟ لا مفيش حاجه، كويسين اهو. طب الغدا جاهز جوه. غطي الولاد الأول. ماشي. عايزه حاجه؟ محتاجه اسمعي ايه؟ احكي لطنطتك فريدة عملتوا ايه عند ابوكوا. لا لا لا، أنا مش عايزة أعرف حاجة، مش عايزة أعرف. روحي يا أروى غدي الولاد. عاوزتي حاجه قولي لي. بحبك. وانا أنا لسه تعالي. هعرف.
انما ناديه اللي يشوفك وانت بتحاولي تقنعينا نروح معاكي الجيم ما يشوفكيش دلوقتي خالص. فاكره لما قعدت تقول لنا انا اهم حاجه عندي صحتي؟ انا اخلي بالي من صحتي جدا. تصدقوا ان انتوا الاتنين ما عندكوش اي دم؟ ازاي صحتك دلوقتي؟ بقول لك ايه، وقعدت في الجيم 5 دقايق بالعاده. ما كملتهمش. والله ما عندكوا دم. عملتي ايه في ال5 دقايق؟ وقعت على وشي. نستكمل لقائنا مع دكتور مجدي حلمي مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتور مجدي، الناس كلها بتسأل عن أهم عناصر التربية الإيجابية. الحقيقة في عندنا مجموعة كبيرة من العناصر للتربية الأسرية الإيجابية، لكن خلينا نتكلم على أهم العناصر. أهمها البعد عن العنف في التربية، ونستبدلها بالعنصر الثاني اللي هو أهمية الحوار والمشاركة مع الأبناء منذ الطفولة، وده بالرد على كل أسئلتهم. ما عندناش أسئلة حساسة ما تردش على إن الطفل أو الطفلة هيدور على الإجابة بره. والعنصر الثالث المهم البعد عن التمييز بين الولاد أو التفرقة، ونعملهم بإنصاف ومساواة. ما نميزش الولد عن البنت، البنت على الولد، الكبير في الأسرة نميزه على إخواته الأصغر، الأصغر اللي هو دلوعة العيلة آخر العنود ما نميزوش على بقية إخواته. ده مهم جدا. طيب دكتور، إزاي نقدر نكون أصحاب لأولادنا؟ وهل في سن معين لو تخطيناه ما ينفعش إن احنا نكون أصحاب؟ خلينا نبتدي بالاهم. مفيش سن ما نقدرش نكون فيه اصحاب لاولادنا، لكن الاهم والافضل اننا كل ما نبتدي بدري نصادق ولادنا ونكون قريبين منهم، بنتابع سلوكياتهم. ده مهم قوي. بنشاركهم من بدري جدا في قرارات الاسره، خاصه القرارات اللي بتهم حياتهم الشخصيه. مهم جدا كمان اننا نحترم اختياراتهم في الحياه. واحنا عندنا في مصر كتير قوي بنتدخل في اختيارات الولاد، بالذات في اختيار نوع التعليم ونوع العمل. لازم الولاد يتعلموا يختاروا بشكل ناضج نوع التعليم اللي يحبوه، نوع العمل اللي يحبوا يشتغلوه، علشان يكونوا مسؤولين انهم ينجحوا في اختياراتهم، ما نكونش سبب في انهم بالضغط عليهم نكون سبب في فشلهم في حياتهم العمليه. دكتور، في ختام فقرتنا ايه النصيحة اللي حضرتك تحب تقدمها لكل أب وأم بيشوفونا؟ الحقيقه النصيحه هي شعارنا للتربيه الاسريه الايجابيه في برنامج وعي، والشعار هو نربي بامانه من غير اهانه. نحب نشكرك جدا يا دكتور، ونرجع تاني سوا؟ لاستكمال فقراتنا. ما جبتش حاجه من شكرا عندي. جدا لحضرتك. هو انا بعمل لكم حاجه؟ ماشي يا ماما، بمناسبه الغير اهانه وكده يعني اهو، ايه رايك بقى؟ دور محترم، مخرج محترم، وكل حاجه انت طلبتيها مني. تمام. اللي يهمني مواعيدك، تاخيرك، جامعتك، مذاكرتك. عارفه يا ماما، والله كل حاجه انا هظبطها ان شاء الله، ما تخافيش. ماشي. بس قولي لي كده بذمتك، ايه احساسك واحنا قاعدين بنتفرج على بنتك وهي في التلفزيون، وبنتك التانية قريب هتقطعي لها تذكره سينما عشان تشوفي فيلمها؟ بذمتك مش فخوره؟ عادي. ايه ده بجد؟ مش ممكن. لا، مبسوطه بيكوا وفخوره بيكوا جدا يا حبيبه قلبي انت. بس عاوزاكي تفهمي ان النجاح مش كله شغل. ايوه، بس جزء كبير منه شغل. لا يا حبيبتي، النجاح باكج. ساعات بتشوفي دكاترة ومهندسين شاطرين جدا ومعروفين جدا، بس تروحي بيتهم تلاقيه خرابة، أب فاشل، زوج خاين. تعتبري ده نجاح؟ فهمت ووصلت. رايحة فين؟ رايحه اركز في جامعتي وشغلي وكل الحاجات اللي انت قلتيها دي. ماشي يا حبيبتي، ربنا معاكي. ماما، أيوة يا حبيبتي. انا عايزه اشتري بودي سبلاش وكريم، ممكن تطلبيهم لي اونلاين؟ ده وقته؟ ما أنا بديلك الحاجات اللي عندي اللي تناسبك يا حبيبتي. انا عايزه حاجات ليا، كل اصحابي بيشتروا الحاجات دي وبتكون بتاعتهم. هو مش عشان صحابك بيعملوا حاجة أو بيجيبوا حاجة إحنا لازم نجيب نفس الحاجة. إحنا بنجيب الحاجات اللي تناسبنا إحنا. أنا مش ضد إن أنتي تهتمي بنفسك، بس نقلد لأ. انا ما بقلدش. طب ماما بيحطوا نيل بوليش وانا مش بحط. أنا ماليش دعوة بحد. وبعدين أنا وأنتي متفقين لما تتمي 16 سنة نبقى نتكلم في الموضوع ده. حاضر، لما أنزل هجيب لك بودي سبلاش وكريم. بحبك. مساء الخير. مساء الخير يا حسن، اتأخرت كده ليه؟ كنت قاعد بتكلم مع يحيى ورمزي هحكي لك كل حاجه بعدين. نيلي بابا بره وعايز يشوفك. يحيى بره؟ اه جه وقال عايز يشوف نيلي.
دخلش ليه؟ يعني هو حابب كده. اخرج يا ماما. روحي يا حبيبه قلبي، انتي بصي بحبك. كمان. صعب عليا يا ناديه. هو غلطان ومالوش حق في اي حاجه، بس مش هيتساب لوحده كده. هو اللي عمل في نفسه كده. يعني هو يروح يعك الدنيا واحنا ايه المفروض نطبطب عليه؟ يا ناديه ده مهما كان ابو البنات برضه. على عيني وعلى راسي يا سيدي ابو البنات، بس هو اللي لازم يراعي ربنا في بناته. هو انت متعصبه ليه؟ عشان انت اللي معصبني يا حسن. هو انت شايفني رايحه اقتله مثلا؟ ده انا بقول لفريده بلاش طلاق، بس هو عمل حاجه غلط، ما ينفعش تعدي عادي كده، لازم يتعاقب. منه لربنا بقى. وفريده ايه تولع؟ هو انا قلت كده؟ انا مش فاهمه موقفك يا حسن. هو انت مالك حاسس بيه قوي كده وبتدافع عنه؟ ناديه حاسس بيه لكن اكيد مش معاه في اللي عمله. امال انت مع مين يا حسن؟ انا مع رحمه ربنا. وعدل ربنا نسيته؟ ايه يا يحيى؟ طب خليك معايا ثانيه واحده. يحيى بيقول هياخد مني يجيب لها سويتس ومش هتاكلها الليله دي. ماشي، ما يتاخروش. اوكي يا يحيى بس ما تاخروش. يلا سلام. مالك؟ انت اللي مالك. انا كويس. كويس. رجلك عامله ايه دلوقتي؟ احسن الحمد لله. كده كده انت كنت محتاجه كمان ترتاحي فيهم. وانت محتاج ايه يا حسن؟ محتاج لك جنبي. محتاج ايه كمان جنبي؟ مش فاهم السؤال. يعني محتاجني ومحتاج ايه تاني يا حسن؟ انت وبس. يا حسن يا نادي. انا كمان محتاجه لك برضو. انا بقول الحقيقه. بس انت مالك؟ متغيره. ناديه انت متغيره. لما بصيت لي دلوقتي وشفت جوايا عرفت ان انا متغيره. ايوه يا حسن انا متغيره. في ايه بقى؟ اوعى تكوني شاكه فيا. انا عارف ان اللي حصل من يحيى ده مأثر اكيد عليكي انت وشذا، بس انا ورمزي عمرنا ما نكون كده. انا عارفه بس غصب عني. وانا عذرك. بقول لك ايه، هات تليفونك اكلم اروى عشان سبت تليفوني فوق. انت هتكلمها في الشغل؟ مش في فاصل؟ ده بقى اللي بيقول عليه فاصل ولا واصل؟ بس المره دي فاصل ومش هنواصل. دخلت امبارح الحمام عشان كنت بتكلم رمزي وقلت لي ان المهندس ابراهيم كلمك. هو انت مسجله امينه؟ انت ايه اللي بتقولي ده؟ بقول لك اللي انا شايفاه. لا وسايبني وانا تعبانه وتألف لي فيلم ولازم انزل عشان اقابل مدير البنك. ده انت ما طلعتش مهندس شاطر، ده انت طلعت مؤلف شاطر. كل ده بتعمله عشان تنزل تقابلها وفي الاخر تقول لي ايه؟ صديقة عمل؟ اتاريك متعاطف مع يحيى عشان انتوا الاتنين زي بعض. ناديه لو سمحتي. زعلت من الكلمة دي؟ طب على فكرة في فرق بينكم، هو أذكى منك بشوية. مفيش كدبة ما بتتكشفش يا حسن. رايح تقعد لي مع العيال وتوعظهم وتقول لهم أنا عاوزكم تبقوا شبهي. شبهك في إيه؟ في التحوير؟ وتقول لي أنا حقيقي بحبك، حقيقي حاسس بيكي. أنا الراجل الحقيقي بالنسبة لي هو اللي حياته واحدة، اللي جواه هو اللي براه، اللي بيعمله في الخفا هو اللي بيعمله في العلن. وانت مش حقيقي يا حسن. واقول لك على حاجه، انا لو ما كنتش بصيت في تليفونك انا برضو كنت هعرف ان انت بتكذب عليا. عارف ليه؟ لان انا شايفاك من جوه، لان انا اللي حقيقيه مش انت. ممكن تديني فرصه اتكلم؟